محتاج لايت لسيارتك، محتاج راديتر لسيارتك، تلاقيه في الجانك يارد. محتاج باب لسيارتك، هتلاقيه برضه في الجانك يارد. كل حاجة موجودة في الجانك يارد. مصارين السيارات كلها تسحبها من جوا وتاخذ اللي انت محتاجه منه. يلا بيني نبدأ حلقتنا مع الجانك يارد. عكل لما سافر برا مع حسن حسني راح قاعد يصلح سيارات. اهو المكان ده نفسه انا في الجانك يارد. لو محتاج اي حاجه لسيارتك بدل ما تروح مثلا اوتوزون وتشتري حاجه جديده، لا تقدر من الجانك يارد تشتري من السيارات القديمه وتاخذ باسعار رخيصه، وبص لف براحتك في السيارات. فالنهارده انا واخدكم في الجانك يارد نشوفوا ايه الحياه اللي موجوده هنا، السيارات القديمه وقطع الغيار والحياه دي. ان شاء الله ان شاء الله يعني ايه هتشوفوا حاجه حلوه. واللي ما عملش لايك يعمل لايك، وما عملش سبسكرايب في القناه يعمل سبسكرايب للقناه. الله عليك، الله. طياره بالصلاه على النبي، صغيره ومسملكه ومحملكه. تعالوا نشوفوها مع بعض. يا عيني عليك، يا عيني يا عيني على السياره دي. شايفين يا جماعه؟ والله العظيم جميله. طبعا دي طبعا ايام زمان بشبابها كانت حاجه ثانيه، مع انه والله العظيم بعدها حلوه وشياكه شياكه يعني. شايفين السيارة؟ طبعا هل فيها حاجة داي؟ ما اعتقدش فيها حاجة من جوا. نفتحوا الباب ونبصوا. بس ازاي يقعدوا فيها دي يا عم؟ ده حتى الكراسي بتاعتها ازاي دي كانت واطية ولا كانت ازاي مش عارف. شايفين السيارة؟ المفاجأة طبعا ما فيهاش موتور 100%. واك واك واك. شايفين السيارة دي؟ متكسر خالص. فتيجي طبعا عايز اي حاجه من السياره تاخدها. كلها دي سيارات. يا الله، مزرعه يعني. مطحونه العربيه من الداخل. شايفين؟ كل محتاج حاجه يجي ياخدها مني. طبعا العربيه دي شبابها كانت حاجه تانية، خلاص دلوقتي اتكهنت وخدوا كل اللي عايزينه مني. وعندنا برضو الفورد دي، اي حاجه تحتاجها منه تاخدها. يعني غطا زي ده مثلا، لو انت الغطا اللي عندك بايظ مش عارف فيها حاجات كتير. يعني طبعا انا ما فاهمش في الميكانيكا صراحه، كان يعني اديتكم المسميات بس بفرجكم يعني على الحاجات دي. الجانك يارد هو ده كده الجانك يارد. اي حاجه تحتاجها من السيارات دي كل اللي شايفاها عينك خلاص السيارات دي معدومه تجي تاخذ منها. يعني انا اول ما دخلت برا لقيت سياره عارضينها ب 1200 دولار شغالي زي دي مثلا. دي ما خلوش فيها حاجه. دي طبعا هي السياره دي ما فيهاش اي حاجه. الانجن والشبكه العنكبوتيه كلها مسحوبه مني. كل انواع السيارات موجوده بالجانك يارد. بدل ما انت تروح وتكلف نفسك وتروح الاوتوزون وكده، لا تقدر تيجي الجانك يارد وتاخذ اللي انت محتاجه بسعر رخيص يعني. وهم بنفسهم بيسمحوا لك انك انت تدخل جوا المكان، واي حاجه ناقصه سيارتك تجي تاخذها من الجانك يارد. كاوتشات، تيارات، كشافات، كل انواع موديلات السيارات، كل الحاجات السيارات القديمه، السيارات الحديثه، يعني على حسب المتوفر عندهم. تخش بنفسك وتشوف الحاجه المحتاجه. في ناس طبعا مع تجيب ميكانيكي معاهي عشان يفك لها الحاجه دي، وفي ناس تيجي المحل نفسه هم برضه يطلعوا معك ميكانيكي من داخل المحل ياخذ له بين 50 دولار او حاجه زي كده ويفك لك الحاجه المحتاجه. ولو انت عندك خبره في المجال ده ومجال السيارات تقدر انت تفكها بنفسك وتاخذ الحاجه اللي انت محتاجها. والعمل في خردة السيارات من اكثر الاشياء المربحه في امريكا. انت ممكن تيجي الجانك يارد وتاخد الحاجات المطلوبة في السوق، هتشتريها من الجانك يارد بسعر رخيص جدا وتبيعها اونلاين او تبيعها للافراد او تبيعها للشركات. حاجات مطلوبة، الناس الميكانيكية تعرف الكلام ده. انا ليا واحد صديقي عرض علي الفكرة صراحة ان انا اشتغل معاه، بس انا يعني ما حبيتش اشتغل في الموضوع دي
بس يعني ما شاء الله هو قال لي يعني فيها اجمل فلوس، وقال لي احنا بنشتري سيارات من الفيسبوك ممكن يكون فيها اعطال بسيطه، وبنروح الجنك يارد بنشوف الحاجات اللي ناقصه في السيارات دي وبناخدها من الجنك يارد ونركبها للسيارات اللي احنا اشتريناها من الفيسبوك وبنعمل منها احلى فلوس. فالتجاره في خرده السيارات والعمل في المجال دي بيعمل لك احلى فلوس في امريكا. وما زلنا نتابع داخل الجنك يارد. طبعا انا عشان اعدي لازم اعدي بصعوبه لان السيارات لازقه في بعضيها. هحاول كده وايه ونط وفط واعدي. شايفين ده الراديتر شايلينه من السياره خالص اهو. طبعا كانوا محتاجين حاجه معينه منه وخدوها. فده الراديتر اهو شايلينه واخدين منه وسايبينه زي ما هو زي كده. التاير ده لسه بحالته يعني ما استخدمش جو لان انا شايف النقشه بتاعته موجوده زي ما هي. الفواصل دي طالما ما مسوحاش التاير كويس ومنفوخ حتى ما نزلش. ده انا جايب العكش التاير الواحد ب 189 دولار. شوف السياره من جوا يا الله. واكلين العربيه من الداخل واكلين العربيه. شايفين يا راجل واكلين كل حاجه فيه مطلعين مصارينها صح يعني. ومن تحت ومن الداخل اي حاجه تحتاجها في سيارتك لو انت مش حابب تدفع يعني تقدر تجيبها من الجنك يارد مستعمله. شوف مفيش حاجه ما سايبينهاش. حتى السقف فتحوه والبيبان. شوف العربيه دي كانت بتاعت اغراض يشيلوا فيها ايه زي شركتنا كده الكونستراكشن. كانوا يشيلوا فيها بلاط وحاجات. فعفى عليها الزمن وعفى عليها الظهر وجابوها الجنك يارد هنا زي ما انتم شايفينها كده نايمه ومركونه. بس تقدر تاخذ منها اي اغراض. تعالوا نبصوا في داخلها. طبعا السياره ما فيهاش غير الهيكل بس متاكلي. ما فيش فيها ولا حاجه غير الكرسيين اللي قدام. هوريكم السياره دلوقتي. هتلاقي الكراسي بتاعتها زي ما هي يعني تقدر انت تستفيد بالكراسي بتاعتي. لو انت مثلا سيارتك الكرسي مجروح مشخوط عشان تجيبه جديد طبعا هيكلفك مبلغ وقدره. لكن بالجنك يارد لا. تعال نشوف الكراسي بتاع السياره دي. شايفين يا جماعه الكراسي يعني بوضحهم صح عليها تراب وغبار بس دي امر سهل. تقدر انت تغسلها وتنظفها وتروقها. بس هي شوف الكرسي نفسه يعني بوضعه على وضعه زي ما هو ما فيش اي حاجه فيه. نفس نظام الكراسي قدام. فتقدر تسك الكراسي دي وتاخدها لسيارتك. وشايفين الطابلو بتاعي شايف بس الغباره بس والعفره طبعا لانها قاعده في مكان مركوني. ودي الحاجه اللي كانت جواها من ورا هنا في الباج شنطه العربيه بتاعتي. السياره دي 2021. شايفين فكين البيبان بتاعتها كلها واخدين البيبان بتاعتي ومستخدمينها لان السياره حديثه. شوفوا السياره دي القزاز بتاعي زي ما هو يعني تقدر تستفاد بيه بكل سهوله. بصوا السياره دي واخدين منها الكهربائيات كلها. شوف واخدين الحياه اللي في الباب كل حاجه واخدينها من السياره. كل هذه السيارات يا جماعه كل هذه السيارات. وطبعا الناس مش بتيجي بس للجانك يارد عشان مثلا الحاجه اللي فيه رخيصه وكده لا. عشان الحاجات اللي فيه اوريجينال اصلي. شوف الدودج دي. شوف مثلا لو حبيت اللايت ده مثلا تستفاد بيه. الدودج الاصلي بتاعه هتلاقيه موجود الاوريجينال. طيارات مثلا اي حاجه في الطيارات. شوف العربيه من جوا واضح حياه بالصلاه على النبي. الكراسي بتاعتها على وضح. الكشافات مثلا كشاف زي ده محتاجه في سيارتك. اي حاجه محتاجها اها من الداخل. والله واكلينها وكل. والله واكلينها وكل. بي ام دبليو وهي كشف اصلا مكشوفه من فوق. شايفين يا راجل شايفين العربيه مصين دمها مص. واخدين كل حاجه مني يا الله. طبعا العربيه اللي واخدين سماعاتها دي بي ام دبليو. شايفين هذه العلامه بتاعتها هي. طبعا وحاجات البي ام دبليو هنا في امريكا غاليه جدا لان المان الصنع فغاليه يعني. كانت في شباب عربيه الله يرحمها كلوها.
ودي كانت حلقتنا من الجنك يارد. يا رب يكون الحلقة عجبتكم وتستفادوا منه. زي ما قلت لكم السيارات هنا في الجنك يارد كل اللي انت عايزه، كل اللي انت محتاجه لسيارتك تجي تاخده منه وتفكه بأرخص الأثمان. اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب. واشوفكم على خير. السلام عليكم.